الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. يا إلهي يا إلهي يا مجيب الدعوات اجعلها سعيدة وكثير البركات وعني في دروسي وأداء الواجبات واجعل سري وقلبي بالعلوم والركعات يا إلهي يا مجيب الدعوات. ثلاث سنين انتشرت في العالم وباء التدخين فقضى على ملايين من الناس وقد أكدت أضرار التدخين. الأطباء وذكروا أن مادة النيكوتين الموجود في اللفافة الواحدة لو أخذها إنسان بواسطة حقنة في الوريد لقتلته سمومها. وتؤكد منظمة الصحة العالمية إن الذين يموتون بسبب التدخين كل عام يفوقون عدد الذين يموتون للأمراض الوبائية المختلفة وأن التوقف عن التدخين يؤدي إلى تحسين صحته. Embrace salute Allah who created all the courageous gentlemen and ladies and audiences and lookers and honorable guests and my dear teacher who honestly taught me. I am greeting you the Islamic greeting which is Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, which means peace of Allah be upon you. After that I want to talk about the advantage of the education. As we know, education is the key of the life, or I can say education is the root of the life. Nobody can live without education. So brothers and sisters, let us make more efforts because we are young and the time is very expensive. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said seek for education from cradle to grave. So thank you very much. بسم الله الحمد لله الذي أمر نبيه بالقراءة في أول آية نزلت من كتابه وأشار إلى الكتابة بالقلم فقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وأمر النبي بطلب الزيادة في العلم فقال وقل رب زدني علما. والصلاة والسلام على رسول الله معلم البشرية أجمعين وقائد العلماء العاملين. أما بعد أحييكم أيها الطلاب والمعلمين وجميع المشاهدين بتحية إسلامية غالية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد التحية وقفت أمامكم لأقدم إليكم كلمة موجزة عن فضل العلم وأهله. فاستمعوا إلي بأذن واعية فاستمعوا إلي بأذن واعية وقلوب فاستمعوا إلي بأذن صاغية وقلوب واعية. الفرق بين العلم والجهل واضح وبينهما أمور وبينهما الفرق بين الحي والميت وبين النور والظلام. فبالعلم يعرف الإنسان ربه فبالعلم يدور الإنسان بتحقيق طموحاته المختلفة. وبالعلم تزدهر البلاد وتتقدم. أما الجهل فهو عدو الإنسان اللدود وسبب للفقر والشرك وسبب للتقلب وصبرا إلى الخسران في الدارين. كرم الله الإنسان على سائر المخلوقات بالعلم وبقدر ما يحمل الإنسان من العلم يكون فضله. فإذا تقلى عنه فقد تقلى عن إنسانيته. ورسول الله كان قدوة الداعين إلى التعلم بأقواله وأفعاله حتى تعلم فريضة لازمة لكل فرد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وحرر النبي صلى الله عليه وسلم أسرى بدر أن يعلم طائفة من المسلمين القراءة والكتابة. إلى هذا أصل إلى نهاية كلمتي وأشكركم على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هؤلاء هم طلبة مدرسة عال علي الابتدائية والإعدادية والثانوية وهم في الطابور.